المقارنة مع طوكيو، كيفاش شفت لهنا على مستوى النظام تاع التمارين الإقامة؟ هل هناك والله بعض الاختلافات وإلا لا؟ الافونتاج اللي نشوف فيه في المصارعه خاصه انه احنا عندنا صاله تمرين بحذا الباتيمون ونسكنوا معناها من با 3 مينوت نبدا في الصاله. في طوكيو كانت القريه الاولمبيه ما عندناش حق نتمرنوا فيها، معناها نضربوا بال 40 مينوت باش نمشيو للصاله. الماكله معناتها الحق باهيه، مع اني نقص الميزان وكل شيء، معناها ما لقيتش الحق الماكله حاجه مهمه برشا بالنسبه ليا، ومعناتها ما لقيتش حتى اي ديفيكولتي، بالعكس معناها لقيتها حاجه بوزيتيف ياسر. وحاجه هذه بالحق معاونتني برشا معناها في الريكوبيراسيون باش نجم نترينا نرجع نرتاح. سونا بحذايا صاله ميسكولاسيون ما با 2 مينوت على الباتيمون اللي نسكنوا فيه. بالحق كل الظروف معناها ملائمه باش نكونوا في احسن حالاتنا. هذه ثاني مشاركة ليا في الألعاب الأولمبية. الحق لعبت في طوكيو، مشيت أول مرة وشفت الأجواء واكتشفت معناها شفت شنو هي اللي جوز أولمبيك وشنو هي النيفو اللي فما. بالحق حاجة معناها ما عمري ما كنت أتوقعها هكا. اليوم توا جيت لباريس كانت بريسك نفس الأجواء اللي في طوكيو، معناها تشوف ديزاتليت من العالم الكل. تشوف أبطال العالم أبطال أولمبيين في كل الرياضات، معناها حاجة بالحق معناها تشرف أصلا أنك أنت تكون موجود لنا وتحضر على الحاجات هذه. عملنا بريباراسيون بالحق، بريباراسيون امبيكابل، ما نجمش نقول حتى شيء. ان شاء الله ربي يوفقني في الالعاب الاولمبيه هذه. بالحق معناها كما قلت لكم ما نجمش نوعد بحتى شيء، لكن متاكد لاني باش نعطي احسن فيرسيون مني، معناها باش نوري لي احسن فيرسيون نجم نوصل لها، وان شاء الله ربي يوفقني وكاو.